ازيكم؟ انا ساندي ناجي، وفي الفيديو ده هقول لكم طريقه التعامل مع العميل من اول ميتنج خالص بتعمله معاه لحد ما تسلموا الشغل في النهايه خالص. ايه الاسئله اللي بتسالها له في الميتنج، ازاي تهندلوا لو حصل اي حاجه، وازاي تسلموا الشغل بطريقه بروفيشنال، وتفاصيل تانية كتير. فيلا بينا. اول حاجه خالص محتاج تعرفها هو ازاي العميل ده يجيلك، ازاي تسوق لنفسك وشغلك عشان توصل لمرحله ان الناس هي اللي بتكلمك علشان تطلب منك شغل. الموضوع ده انا كنت اتكلمت عنه بالتفصيل عندي على الانستجرام، روحوا تابعوني هناك، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. انا بقى في الفيديو ده هتكلم عن الخطوات الصح اللي المفروض تعملها من بعد ما العميل ده خلاص يجيلك وخلاص هتبدا شغل معاه. اول واهم خطوه هي انك تتفق مع العميل ده على ميعاد ميتنج مناسب ليكم انتوا الاثنين، وحاول على قد ما تقدر ان يكون عندك مرونه، وطبعا تلتزم بالميعاد اللي انت اتفقت معاه عليه. طبعا احسن طريقه للميتنج هو ان انتوا تتقابلوا وتقعدوا تتكلموا، بس لو مفيش امكانيه لده عادي خالص ممكن يكون الميتنج اونلاين، خصوصا لو العميل من محافظه او من بلد تاني. خلاص حددنا ميعاد ميتنج، ايه بقى اللي هيتعمل في الميتنج ده بالظبط، او بمعنى اصح ايه الاسئله اللي هتتسال في الميتنج ده. اولا كده الميتنج ده عامل زي عقد كده بينك وبين العميل، واي حاجه تتفقوا عليها في الميتنج هتتنفذ. طبعا هترحب بيه وهتعرفه بنفسك، وفي حاجات هو هيقولها وحاجات انت اللي هتقولها. هو هيتكلم معاك عن طلبه او الشغل والتصميمات اللي هو هيكون محتاجها، وانت كمصمم المفروض تسمع كل كلمه هو هيقولها وتكتبها او تسجلها عندك، وتحاول تطلع منه باكبر قدر من المعلومات. وطبعا ده اللي بنسميه البريف، وانا هعمل فيديو كامل قريب عن البريف وعن الاسئله اللي انت بتسالها للعميل، خصوصا لو العميل ده مش محدد في طلبه او كلامه قليل. بعد ما عرفت كل تفاصيل الشغل اللي هو محتاجها، دورك بقى انك انت تتكلم وتقول له شويه معلومات كده مهم ان هو يعرف. طبعا هتتفق معاه على تكلفه الشغل اللي هيتعمل ده هيكون قد ايه قبل ما تبدا شغل، مش بعد ما تخلص الشغل. وطبعا الاحسن انك تستلم ديبوزيت او عربون قبل الشغل، لان ده بيضمن حقك. وبرده ممكن تفهمه ان هو ليه عدد تعديلات معينه، ولو عداها بيكون في فلوس زياده. طبعا بتعرفه مراحل الشغل والشغل ده هيخلص امتى، وكمان بتعرفه انك هتسلمه كل الشغل والملفات الخاصه بيه عشان هو يحس ان هو بيتعامل مع حد بروفيشنال. واكيد انا مش محتاجه اقول لك انك تاخد بالك ما تبعتش اي شغل غير لما تاخد فلوسك كامله. دلوقتي انت بقى معاك البريف والداتا واتفقت مع العميل على كل حاجه، المفروض تستنى الديبوزيت يتبعت لك وبعدين تبدا شغل. طبعا انا مش محتاجه اقول لك انك لازم تلتزم بالميعاد اللي اتفقت عليه مع العميل، ولو حصل اي ظرف ممكن تبعت له تعتذر له ان احنا هنأخر شويه. ناس كتيره بقى بعد ما بتخلص الشغل بتبعته للعميل علشان يشوفه، وده اكبر غلط. الصح انك تعمل معاه ميتنج تاني، وفي الميتنج ده انت بتقدم له الشغل اللي انت عملته، وبتعمل زي برزنتيشن كده بتعرض له الشغل والخطوات اللي انت مشيت عليها، وخصوصا بقى لو هو لوجو او مشروع براندنج. والموضوع ده مهم لاكتر من سبب. اولا هو هيشوف انك حد بروفيشنال واشتغلت بناء على الحاجات اللي انتوا اتفقتوا عليها. تاني حاجه هو في الغالب هيقتنع لانه شايف قد ايه انت تعبت في المشروع ده ومريت بمراحل كتير، مش كروت كده اي حاجه وخلاص. عشان كده لازم تكون محضر نفسك كويس قوي للميتنج ده، وعارف انت هتقول ايه بالظبط وهتقنع العميل ازاي. مهم جدا كمان انك تفهمه كل حاجه حتى لو كانت بديهيه بالنسبه لك، زي قواعد التصميم مثلا، الالوان. طبعا كل ده ما يمنعش ان العميل ممكن يطلب تعديلات، ساعتها هتسجل التعديل اللي هو قالك عليه، وممكن تحاول تقنعه ان التعديل ده ممكن يبوظ الشغل لو انت شايف كده. لكن في النهايه لو هو لسه مصمم على رايه هتعمل له التعديل، وهتعمل معاه ميتنج تاني برده تشرح له التعديل اللي انت عملته. في الاخر خالص بقى انت هتسلمه كل الشغل، وطبعا التسليم بيكون ليه طريقه معينه، وده اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. ده كان مشروع قبل كده سلمته. المشروع ده كان لوجو فيجوال ايدنتيتي لبراند اسمها ياسمين بوكيه. اول حاجه هاكد عليك فيها هي انك لازم تسمي كل حاجه باسمها، الفولدر باسمه. واول ما هندخل على الفولدر هنلاقي برضو متقسم فولدرات كتيره، كل فولدر باسم الحاجه اللي جواه، براند جايد لاين، البيزنس كارد، الانفيتيشن كارد، اللوجو، كل حاجه ليها الاسم بتاعها ومتسميه عشان تسهل على العميل انه يقدر يلاقي الشغل بسهوله. لو دخلنا مثلا على الفولدر بتاع اللوجو هنلاقي السورس فايل، وهنلاقي البي دي اف عشان الطباعه، وهنلاقي فولدر فيه اللوجو بي ان جي بكل الفيرجنز بتاعته، وفولدر تاني في اللوجو جي بي جي بكل الفيرجنز بتاعته. نفس الكلام بالنسبه لباقي الحاجات. لو دخلنا مثلا على البيزنس كارد، برضو البيزنس كارد والبي دي اف بتاعه عشان الطباعه، والجي بي جي حاطه فيها الصوره بتاعه البيزنس كارد والموكب لو انت حابب. طبعا الكلام ده هينطبق على كل حاجه من دول، لازم كل حاجه تبقى متسميه وفي فولدر لوحدها. طبعا انا هنا الفولدر ده ضغطته علشان اعرف ابعته على الميل، اللي هي اكتر طريقه بروفيشنال تبعت بيها الشغل بتاعك للعميل. وطبعا في الميل ده انت بتشكره وبتقوله ان انت استمتعت بالفتره اللي انت اشتغلت فيها معاه، وان هو هيلاقي كل حاجه خاصه بيه وبالشغل بتاعه في الملفات اللي انت حاططها. وبطريقه لطيفه برضو بتقوله انك انت موجود لو في اي حاجه، ولو هو العميل احتاج اي حاجه، وكده تبقى انت سلمت الشغل بتاعك بطريقه بروفيشنال. دي كانت رحله العميل معاك من اول ميتنج بتعمله معاه لحد ما تسلمه الشغل خالص، وكل التفاصيل اللي انت هتكون محتاجها. لو عندك اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتس وهرد عليه. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. هسيب لكم تحت في الديسكربشن لينك الانستجرام بتاعي، ادخلوا اعملوا لي فولو او اسالوني عن اي حاجه، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.